السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أشطر طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله سنة رابعة هناخد الدرس الأول من الوحدة الثالثة ودي الوحدة الأخيرة. طيب الدرس الأول عندنا اسمه علم وطننا مصر، يعني هنتكلم عن العلم بتاع بلدنا مصر. طيب في سؤال في البداية كده عايزين نعرفه، تفتكروا يا سنة رابعة زمان كان في أعلام؟ يعني كان في علم زي دلوقتي كده احنا عندنا علم بلدنا مصر؟ كان في زمان؟ كان في. ده كمان المصريين القدماء كانوا من أوائل الشعوب اللي استخدمت الرايات اللي هي الأعلام. ما هي راية يعني علم، وكانوا بيستخدموه رمز مهم جدا في حياتهم. طيب ايه الدليل على الكلام اللي انا بقوله ده؟ الدليل ان هم استخدموه في الاحتفالات بتاعتهم، وكمان في المعارك عشان يميزوا الجيوش بتاعتهم، وكمان كانوا بيشجعوا الجنود على القتال من خلال الراية دي او العلم بتاعهم، وكمان كانوا بيميزوا الأقاليم والمدن بتاعتهم. معنى كده إن العلم كان مهم جدا زمان، أو الراية كان مهمة جدا زمان. فعلا كانت مهمة جدا، لأن كانوا بيستخدموها في حاجات كتيرة جدا الملوك، زي ما قلنا دلوقتي الاحتفالات والمعارك عشان يميزوا الجيوش بتاعتهم، وكمان تشجيع الجنود على القتال، وكمان كانوا بيستخدموا العلم أو الراية عشان يميزوا بيها الإقليم أو المدينة اللي هم عايشين فيها. يعني مثلا زمان كان كل إقليم ليه رمز وشعار خاص بيه. الرمز أو الشعار ده سنة رابعة كان بيكون موجود على الراية بتاعته بتاعة الإقليم. يبقى كان زمان الإقليم كان ليه رمز أو شعار خاص بيه بيكون موجود على الراية بتاعته. طيب ظهرت الرايات زمان على إيه؟ يعني احنا عايزين دلوقتي دليل على الكلام اللي احنا بنقوله ده. احنا قلنا ان هم استخدموا زمان الرايات اللي هي الأعلام. ايه الدليل على الكلام ده؟ إن إحنا لقينا جدران المعابد مرسوم عليها الرايات بتاعتهم، وكمان مرسوم على المسلات، وكمان مرسومة على المراكب. يعني ظهرت وموجودة فعلا على جدران المعابد والمسلات والمراكب. يبقى المصريين القدماء استخدموا الرايات، وكانوا من أوائل الشعوب في استخدامهم للأعلام، وكانت مهمة جدا في حياتهم. قلنا لأنهم استخدموها في كذا حاجة: الاحتفالات، المعارك، تشجيع الجنود على القتال، تمييز المدينة أو الإقليم بتاعهم. وكان كل إقليم ليه رمز أو شعار خاص بيه بيظهر على الراية بتاعته. وقلنا الكلام ده لقيناه موجود فين؟ على جدران المعابد والمسلات والمراكب. طيب زمان يا سنة رابعة مصر ما كانتش كلها دولة واحدة، لأ، كانت مصر دي متقسمة لمملكتين: مملكة موجودة في الشمال ومملكة موجودة في الجنوب. طيب المملكة اللي في الشمال دي كان ليها شعار خاص بيها. كان ايه الشعار ده؟ كان نبات البردي زي اللي موجود في الصورة قدامنا ده. يبقى مملكة الشمال كان ليها شعار بيميزها، اللي هو ايه؟ نبات البردي. طيب مملكة الجنوب هي كمان قالت لك انا لازم يبقى لي شعار. طيب ايه هو شعارك يا مملكة الجنوب؟ زهرة اللوتس. يبقى مملكة الجنوب أخدت زهرة اللوتس شعار ليها، ومملكة الشمال أخدت نبات البرد شعار ليها. طيب كل اللي احنا كنا بنقوله ده سنة رابعة زمان، يعني قديما. حديثا بقى العلم المصري عامل ازاي؟ يعني تطور العلم المصري في العصر الحديث. حصل فيه تطور؟ حصل فيه تطور. طيب حصل تطور ليه؟ لأن مصر عدت بمراحل كتيرة جدا، كل مرحلة كانت بتعدي بيها كان بيحصل تغيير بسيط في شكل العلم. طيب زي امتى مثلا؟ زي ثورة يوليو. بعد ثورة يوليو اللي هي كانت في سنة 1952 ميلاديا، بعد الثورة دي سنة رابعة حصل تغيير في شكل العلم. وكمان بعد ما حصل اتحاد مصر مع سوريا سنة 1958 ميلاديا برضو حصل تغيير في شكل العلم المصري. يبقى حصل تغيير في شكل العلم حديثا ولا ما حصلش؟ حصل. ايه الدليل؟ حيث تغير شكل علم مصر أكثر من مرة حتى أصبح شكله على ما نراه اليوم، يعني زي ما احنا شايفينه دلوقتي في زماننا ده. طيب حصل تطور امتى وامتى؟ بعد ثورة يوليو وعند اتحاد مصر مع سوريا. طيب ما المقصود يا سنة رابعة بعلم الدولة؟ يعني ايه علم الدولة؟ ده رمز بيمثل أو بيعبر عن الدولة دي وعن تاريخها وعن شعبها. يعني لو جالنا سؤال وقال ما المقصود بعلم الدولة، هنقول هو رمز لها يمثلها ويعبر عن تاريخها وشعبها، بيعبر عن السنين اللي هي مرت بيها اللي هو التاريخ بتاعها، وكمان عن الشعب بتاعها. يبقى هو رمز لها يمثلها ويعبر عن تاريخها وشعبها. طيب احنا قلنا ان شكل العلم بتاعنا اتغير كذا مرة، عايزين نشوف شكله.
اهي الاربع صور اللي قدامنا دول سنة رابعة بيوريلي المراحل اللي مر بيها العلم بتاعنا. يعني اول مرحلة كانت ساعة ثورة يوليو اللي من 1952 ل 1958، ده كان شكله. بعد كده علم الجمهورية العربية المتحدة مصر وسوريا، لما حصل اتحاد بين مصر وسوريا راحوا غيروا شكل العلم وخلوه بالشكل ده اللي هو أحمر وأبيض وأسود وفي النص فيه نجمتين باللون الأخضر. طيب بعد كده حصل إيه؟ علم اتحاد الجمهوريات العربية مصر وسوريا وليبيا، كده مصر وسوريا وليبيا بقوا 3 دول مع بعض، فراحوا غيروا شكل العلم تاني. آخر شكل ثبت عليه العلم بتاعنا اللي هو موجود دلوقتي، اللي هو علم مصر الحالي اللي موجود في وقتنا دلوقتي، اللي هو بيتكون من اللون الأحمر والأبيض والأسود ومحطوط في النص النسر اللي هو لونه ذهبي. يبقى دي مراحل تطور علم مصر. طيب تعالوا نتعرف مع بعض على شكل العلم بتاعنا. يعني مثلا احنا قلنا ان هو بيتكون من 3 ألوان، أحمر وأبيض وأسود وكمان النسر بتاعنا. طيب اللون الأحمر ده بيدل على إيه؟ يعني احنا قلنا ان احنا هنعمل العلم بتاعنا باللون الأحمر والأبيض والأسود، عايزين نعرف كل لون فيه بيدل على إيه. فلما جينا كده نعرف ونكتشف لقينا ان اللون الأحمر ده بيدل على دم الشهداء اللي ضحوا بروحهم من أجل الوطن بتاعهم. فيبقى اللون الأحمر بيدل على إيه سنة رابعة؟ بيرمز إلى دم الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن. طيب اللون الأبيض بيدل على إيه؟ هو رمز إلى النقاء والرخاء والسلام، يعني بيدل على السلام، بيدل على إن في استقرار وفي رخاء وفي نقاء في البلد. يبقى اللون الأبيض يرمز إلى النقاء والرخاء والسلام. طيب نيجي للون الأسود، بيدل على إيه؟ بيدل على فترات الاستعمار، يعني الفترات اللي كانت البلد بتاعتنا محتلة، في ناس أجانب كانوا محتلين البلد بتاعتنا، فاللون الأسود ده بيدل على الفترات دي اللي هي فترات الاستعمار اللي تعرضت لها مصر. يبقى تاني كده مع بعض، اللون الأحمر بيدل على دم الشهداء اللي ضحوا بروحهم من أجل الوطن، واللون الأبيض بيرمز إلى النقاء والرخاء والسلام، واللون الأسود بيرمز إلى فترات الاستعمار اللي تعرضت لها مصر، ودي كانت فترات صعبة جدا، عشان كده لونوها باللون الأسود. طيب آخر حاجة عندنا بقى النسر. احنا عارفين ان النسر ده لونه ذهبي، لون أصفر ذهبي، وموجود في النص بالظبط في العلم، يعني ما بين اللونين الأحمر والأسود في النص بالظبط عند اللون الأبيض. ومكتوب على قاعدة النسر ده من تحت جمهورية مصر العربية. يبقى النسر موجود في الوسط، يعني في النص، في نص العلم بالظبط عند اللون الأبيض. لونه إيه؟ لونه أصفر ذهبي، ومكتوب على القاعدة بتاعته من تحت جمهورية مصر العربية. طيب عايزين نعرف بقى بيرمز إلى إيه؟ النسر بيرمز إلى القوة، إن إحنا عارفين إن النسر ده دايما طاير، دايما حر، دايما بيتميز بالقوة، فالنسر رمز إلى القوة، مستوحي من نسر القائد صلاح الدين الأيوبي. يعني إحنا خدنا النسر ده من القائد صلاح الدين الأيوبي. يبقى النسر بيرمز إلى إيه سنة رابعة؟ إلى القوة. طيب مستوحي من مين؟ من نسر القائد صلاح الدين الأيوبي. يبقى تاني كده مع بعض، إحنا عندنا العلم بتاعنا 3 ألوان وفي نسر. اللون الأحمر بيدل على دم الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن. طب اللون الأبيض بيرمز إلى النقاء والرخاء والسلام. طيب اللون الأسود بيرمز إلى فترات الاستعمار اللي تعرضت لها مصر. طيب آخر حاجة النسر لونه أصفر ذهبي وموجود في النص بالظبط عند اللون الأبيض، ومكتوب على القاعدة بتاعته جمهورية مصر العربية. بيرمز إلى إيه؟ إلى القوة، مستوحي من مين؟ من نسر القائد صلاح الدين الأيوبي. طيب إحنا إيه واجبنا تجاه العلم بتاع البلد بتاعتنا سنة رابعة؟ لازم أول حاجة نحافظ على العلم ده جدا. طيب إيه كمان؟ نقف باحترام أثناء تحية العلم، لأن إحنا واقفين بنحيي علم بلدنا، علم الوطن بتاعنا. وكمان نرفع علم مصر عالي جدا، لأن ده بيدل على الفخر والاعتزاز. يبقى واجبنا نعمل إيه تجاه العلم بتاعنا؟ أول حاجة نحافظ عليه،
تاني حاجة نقف باحترام واحنا بنحيي تحية العلم في المدرسة. طيب تالت حاجة نرفع العلم عالي جدا عشان ده بيدل على الفخر والاعتزاز. طيب دي الحاجات اللي احنا المفروض نعملها. ايه بقى الحاجات اللي المفروض ما نعملهاش؟ اول حاجة الكتابة او الرسم على العلم، ما ينفعش ان انا اكتب على العلم او ارسم عليه. تاني حاجة رفع العلم وهو تالف او ممزق، يعني ما ينفعش العلم بتاعنا يكون متقطع او متشخبط عليه او مكتوب عليه وارفعه، ما ينفعش اعمل كده خالص. تالت حاجة ان انا ما ينفعش ارمي العلم على الارض، ده غلط، ما ينفعش ان احنا نعمل كده. يبقى الحاجات اللي احنا المفروض ما نعملهاش الكتابة او الرسم على العلم، ورفع العلم وهو تالف او ممزق يعني متقطع. تالت حاجة إلقاء العلم على الأرض أو إهماله. طيب العلم بتاعنا ده سنة رابعة بيترفع في أماكن معينة، لأن هو طبعا رمز لكرامتنا ووحدتنا واعتزازنا بوطننا الغالي. يعني احنا بنحب الوطن بتاعنا جدا وبنعتز بيه جدا، والوحدة بتاعتنا ان احنا كلنا ايد واحدة، كلنا واحد بنحب الوطن بتاعنا، وهو كمان رمز لكرامتنا. فالعلم ده مهم لينا جدا ولا لأ؟ مهم. وكمان بيعتبر راية بتروي قصة نضال شعب. يعني العلم بتاعنا دوت احنا لسه قايلين دلوقتي ان كل لون بيدل على حاجة. يعني مثلا الاحمر دم الشهداء، معنى كده ان احنا حاربنا كتير قوي قوي قوي. طيب وكمان فترة الاستعمار اللي هو اللون الاسود، ان احنا استحملنا كتير قوي قوي اذى الاستعمار والناس اللي كانت محتلية البلد بتاعتنا. فالعلم بتاعنا ده بيدل على قصة الشعب المصري وقصة نضال الشعب المصري وكرامة الوطن. عشان كده هو مهم ان هو يترفع في اماكن مهمة. طيب الاماكن دي زي ايه بقى؟ زي مثلا المناسبات الرسمية والمؤتمرات، الحاجات الرسمية جدا اللي الرئيس بيكون موجود فيها. وكمان وسائل النقل زي الطيارات والقطارات، الطيارات اللي هي بتبقى نقلة مثلا المنتخب المصري بتاعنا لدولة تانية بيبقى موجود عليها العلم المصري بتاعنا، لأن دي مهمة جدا رايحة بلد تانية، فيبقى الطيارة دي بتدل على إيه؟ إن هي جاية من مصر. طيب تالت حاجة المواقع السياحية والمعالم الأثرية. انتوا عارفين الأماكن اللي احنا بنروح فيها وبيكون فيها آثار، زي المتاحف، زي مثلا المتحف المصري الكبير، زي مثلا المتحف المصري اللي في التحرير. كل الأماكن دي بيترفع فيها العلم المصري، لأن دي أماكن مهمة جدا بيجي تزورها ناس من كل العالم، فلازم يبقوا عارفين شكل علم مصر شكله عامل ازاي، لأن الأماكن دي بتبقى مهمة، مواقع سياحية مهمة ومعالم أثرية بتدل على مصر. وكمان الوزارات زي وزارة التربية والتعليم، مش بتلاقوا دايما موجود عليها من فوق كده العلم المصري بتاعنا؟ يبقى العلم المصري مرفوع على كل وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية. كل المؤسسات الحكومية هتلاقوا موجود عليها علم مصر. يبقى علم مصر بيكون موجود على أماكن مهمة جدا. زي إيه؟ زي المناسبات الرسمية والمؤتمرات، زي وسائل النقل اللي هي زي القطارات والطيارات، وكمان المواقع السياحية والمعالم الأثرية، والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. كل دي حاجات بيترفع عليها علم مصر. طبعا احنا كل يوم لما بنروح المدرسة بنحيي العلم بتاعنا وبنقول النشيد الوطني. مش بس بنقول النشيد الوطني ده سنة رابعة واحنا بنحيي العلم في المدرسة الصبح، لأ، بنحييه وبنقوله في أماكن تانية كتير، في مناسبات كتير جدا، لأن المناسبات دي بتدل أو بتعبر عن الانتماء والفخر لمصر. يبقى النشيد الوطني مش بس بنقوله في تحية العلم في المدرسة، لأ، ده كمان ليه مناسبات كتيرة جدا، لأن المناسبات دي بتعبر عن الانتماء والفخر لمصر. وكمان احنا بنقوله في طابور الصباح الصبح واحنا بنحيي العلم كل يوم في المدرسة. وبكده سنة رابعة نكون خلصنا الدرس الأول من الوحدة التالتة. هسيب لكم شرح الدروس اللي فاتت كلها في الوصف تحت، ويا رب يكون الشرح سهل وبسيط واستفدتوا منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.